تكونوا بخير ان شاء الله. زي ما عودناكم هنستعرض النهارده صور لعاملنا في مركز DHC قبل زراعه الشعر. زي ما احنا شايفين دي صور صديقنا قبل العمليه من الاتجاهات كلها، والنهارده بعد 10 شهور ده شكل صديقنا وهو حابب يظهر معانا. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله بخير. كله تمام؟ زي الفل الحمد لله. ايه رايك بقى في الزراعه وخط الشعر؟ بجد تسلم ايدك والله، احسن عيادة بجد جدا. ايه رايك؟ يعني عايزك تبص يمين كده شويه، اهو بص الناحيه الثانيه، بص لتحت كده نوري الناس الكثافه. ما شاء الله الامور ممتازه جدا. الحمد لله والله احسن بكتير الحمد لله. طبعا الاول ما كانش فيه حاجه وكانت الدنيا فاضيه الحمد لله. حابب تقول للناس ايه؟ يعني حد ما يعرفكش بيتخيل انك زارع؟ لا قليل جدا يعني غير اللي انا مثلا معرفهم مثلا ان انا هعمل حاجه زي كده، فاكيد بيبقى واخد باله مثلا. طيب لكن اي حد ما شافنيش قبل كده مش هيعرف طبعا. تجربه الزراعه فرقت معاك في ايه في حياتك بقى؟ غيرت من نفسيتي الحمد لله. طبعا كنت نفسيتي متدمره برضه بسبب ان سني صغير وكان شكلي كبر وانا عندي 25 سنه برضه. وتجربتك بقى مع مركز DHC حابب تقول فيها حاجه؟ طبعا مركز محترم جدا وتيم كويس ما شاء الله يعني، والناس الحمد لله يعني استقبلوني كويس وعملوا العمليه بشكل جيد يعني الحمد لله. الحمد لله. تنصح الناس تزرع يعني؟ انصحهم طبعا. في DHC ولا في حته ثانيه؟ لا DHC طبعا. شكرا يا استاذ.